أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة العالمين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة، وأدعوكم إلى رحاب الحلقة رقم 99، وأرجو دوما أن تكونوا في أمان الله وحفظه. أحبابنا داخل الوطن الأسير وخارجه في معسكرات المدن والشتات، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. في هذه الحلقة، ورصدا لمتابعتنا لما ينشر من كتب عربية تدعم الواقع والهدف العربي في إريتريا، دعم هذه اللغة العربية. هذا كتاب كتبناه سيدات، ونحن مقلون جدا في رصد أقلام النسوة التي جعلهن الله سبحانه وتعالى لنا مودة ورحمة. وفي نفس الوقت برضو هذه الحياة الدنيا واحدة من الزينة هي المرأة، وخاصة المرأة التي تكون جادة في كتاباتها وجادة في رسالتها. هذا كتاب وقع بين يدي قبل فترة، وهو كتاب سوداتريات. وعنوان هذا الكتاب هو قهوة في ذاكرة المنافي. كتبنه كاتبات إريتريات وسودانيات، ولذلك اختصرا السودان وإريتريا سوداتريات. هي فذلك لطيفة يعني. وأشرفت ونسقت لهذا الكتاب الدكتورة إشراقة مصطفى حامد. الدكتورة إشراقة مصطفى حامد هي دكتورة سودانية، وهذا الكتاب أهدتني إياه الأستاذة زينب شيخ السوق معنا هنا، وهي واحدة من المنسقات لخروج وصدور هذا الكتاب الذي صدر قريبا، يعني صدر عام 2022. يعني كما نوهت وكنت أشرت إلى هذا الكتاب في واحدة من حلقاتنا، إنه عام 2021 22 23 أو من عام 21 إلى 23 هي عام الكتب الإريترية التي صدرت فيها جملة من الكتب، وهي كتب هامة جدا. ميزة هذا الكتاب أنه مكتوب بأقلام نسوة كاتبات يعني، ولهن كل الشكر والتقدير. ومن الكاتبات اللائي كتبنا في هذا الكتاب، أنا خلوني أستعرض الفهرس: قهوة في ذاكرة المنافي. وقصة هذا الكتاب إنه الكاتبات الإريتريات والسودانيات كتبنا عن قصص هجرتهن من بلادهن. الإريتريات من إريتريا إلى السودان، ثم إلى دول أوروبا أو أمريكا وبما فيها أستراليا، والسودانيات هجرة من بلاد إلى أوروبا وأمريكا وغير ذلك. فيها عدد من الكاتبات. استعرض لكم عناوين الكتاب في البداية أو المقالات. أنين اللجوء والغربة للأستاذة أسمهان علي النعمان. تحت هذا العنوان كتبت مقالة ممتازة جدا، حكت فيها قصتها وخروجها من إريتريا. بعد ذلك برضو تضمن الكتاب الأستاذة آمال الصادق محطات بلا نهاية، وكذلك قصة بنت المني عيسى، إذا ما غلطان في الاسم، تأملات مهاجرة. وكتبت الكاتبة الإريترية الأستاذة خديجة محمد نور، طبعا اسمها برضو إريترية. أمال الصادق ربما سودانية وقد تكون إريترية، وأنا حقيقة لا أعترف بهذه الحدود. هذه حدود استعمارية وهمية، يعني خلقها علينا الاستعمار، وللأسف الشديد نتشبث بها. ونحن ننطلق من إنما المؤمنون إخوة، وكل الذين كتبنا في هذا الكتاب أخوات مؤمنات، ولذلك نحن أخوة في الدين قبل كل شيء.
الأستاذة خديجة محمد نور كتبت الوداع الأخير، قصتها كان عنوانها الوداع الأخير. وكتبت الأستاذة سعدية محمود سليم ما أشبه الليلة بالبارحة، أو ما أشبه اليوم بالبارحة. وكذلك كتبت الأستاذة فاطمة حوار شيخ حمى الداير، عنوان قصتها بين الأمل والألم. وكتبت الأستاذة فاطمة محمد محمود العبقري، عنوان قصتها أرواح متنقلة. أما الأستاذة نورة عوتة الموجودة معنا هنا في أستراليا كتبت قصتها تحت عنوان دروب المنافي. والأستاذة نجاة إبراهيم كتبت قصتها. والدكتورة إشراقة مصطفى حامد برضو كتبت شيئا من ذلك. في مقدمة الكتاب تقول الدكتورة إشراقة مصطفى حامد: مقدمة ومنسقة الورشة وشبكة فنون بنات مندي. يعني هذا الكتاب صدوره سبقته ورش عمل كثيرة، وكان يعني الكتابة وأهمية الكتابة وقصص اللجوء وما إلى ذلك. فهذا الكتاب هو برضو عصارة مجموعة ورش. فتقول الدكتورة، خلوني أنا أقرأ لكم ما كتبته الدكتورة إشراقة في الصفحة رقم 9. تقول: سودانيات إريتريات، النساء ذات المصائر المشتركة اللاتي تناثرت حكايتهن حبات بن في ذاكرة المنافي. القهوة ذاكرة الأمهات، ذاكرة البيوت هنا وهناك، سيرة تكتبها السوداتريات وليس سواهن يعرفن حنين القهوة وأشواقها، ليس سواهن عرفن دروب المنافي وظلم الأنظمة. أي ظلم الأنظمة، يعني مدخل جميل يعني حقيقة. الشعار الذي انطلقت منه شبكة فنون بنات مندي لإنجاز هذه الورشة وورش سابقة عن الكتابة الإبداعية لكتابة السير الذاتية يؤكد على قدرة النساء على الكتابة عن تجاربهن والتوثيق لها منذ طرقت أقدامهن دروبا بعيدة لا تشبه تلك الدروب نحو البيوت التي تعرف سر شجرة البن في القرن الإفريقي. ليس سوانا يكتب سيرتنا شعار يعزز دور النساء. وتواصل في مقدمتها فتقول: ومن التشبيك والقدرة على إدارة التنوع بين النساء نختلف في رؤيتنا للقضايا ونتفق على البحث عن المشترك بيننا. المشترك ليس هذه المنافي فحسب، وإنما القهوة في ذاكرتها، أشواقنا، أحلامنا، تطلعاتنا، قدراتنا في بناء الذات ومقاومة الحنين في مناحي السيرة التي مسكت بتلابيبنا منذ اضطررنا لمغادرة قهوة الأمهات ورائحتهن، أي ورائحتهن. هذا فصل من سيرة بلاد ومسيرة أهلنا ونضالاتنا لأجل حياة تليق بنا وبمسيرتنا. أزهرت شجرة البن حلم بدء تشبيك شبكة فنون بنات مندي مع شبكة المرأة الإريترية لإنجاز هذه الورشة. ليس سوانا يكتب سيرنا، كان هذا هو العنوان. ليس سوانا يكتب سيارتنا. نعم طبعا، ما حك جلدك مثل ظفرك. ذات السيرة التي بدأت هناك، حيث التفاكر في تفاصيل الحياة البسيطة، المرح والضحكات العالية كالأحلام، دفء الأسرة وحنان الأم، ذاكرة جعلت للدموع ضجيجا وخجيجا وحنينا. الحنين الذي تفجر كلما كتبت إحدى السوداتريات حكايتها في المنافي. فكانت الكتابة عافية لكل جرح وندب، والحوار حول ما يكتب بين صمت يقصر ويطول ووعي يتفجر بريقا في العيون الممتلئة بالدموع والأشواق والشجن. نكتب لنتعافى،
نتعافى من صلف الحكام هناك وسلطة اللون واللغة والمنفى. ورشة عززت من أواصر العلاقة بين السوداتريات والإيمان بأن مصائرنا واحدة حين نجابه حكاية التشرد من بلاد إلى بلاد، بين مقصلة الحكام هناك وسندان سياسات الاتحاد الأوروبي وبلاد تاريخها الهنود الحمر، تلك التي أطلقت علينا عالما ثالثا وعلى أنفسهم عالما أولا. لذا نكتب سيرتنا لتلك الأسباب التي جعلت هناك طاردا من شجرة البن في إريتريا إلى شجرة الظل العابر إلى السودان، لتكون الرفقة عبر الصحارى والبحار للوصول إلى جنة لا مكان لها في الأرض. فصول وملامح من سيرة 9 نساء تشاركن ملح الحكاية والدموع وحبات القمح المغروسة في الحلم خبزا ووردا يزهر حرية، ذات الحرية التي نكابدها في مواجهة الرقيب الذاتي لنكتب بحرية. الكتابة دونها لا تعافينا من مسيرة الخلاص من ألم طلاق انتظار مولودتنا سوداتريات، في طريق تمهد بالخطوات المتعبة من طول الأسفار وذاكرة المنافي المثقلة بمواجع الخذلان. ثوراتنا التي أصابتنا بألم استفحل يوما وراء حلم وأمل في الخلاص للأوطان التي هناك، للمنافي التي نسكنها وتسكننا. ثمرة هذه الورشة ليست هذا الكتاب، ولكن الأعظم تلك العلاقة الإنسانية التي كانت تزهر كل سبت من 12 نهارا وتستمر حتى 3 بمواقيت شغوفة الكتابة بالمعرفة، بالنقد البناء، بالتفاكر، بالضحكات العالية، بالعبرات، بالابتسامات العجولة في وجوه محتشدة بتفاصيل الحياة اليومية هناك. هنا المشترك الذي يجمع كل هذه القصص وينثر رائحة قهوتها في ذاكرة المنافي، في ذاكرة الأوطان البعيدة. شكرا للنساء اللاتي شاركن حبر أرواحهن، تجاربهن، خبراتهن، كفاحهن وصبرهن، تفاصيل الولادات والأمومة، الآمال والخيبات وطقوس الحياة اليومية في المنافي. كل الامتنان لشبكة المرأة الإريترية ووعيهن الصادح بالأمل والبصائر النافذة، وأخص بالشكر الصديقتين خديجة محمد نور وأسمهان علي النعمان على هذا العمل المشترك الذي أثمر. شكرا للصديق عادل القصاص الذي اصطك مصطلح سوداتريات أو سوداتريون، وبذات بهجة فكرة الاسم المعنى أو الاسم المعني الذي يؤكد على مصائرنا الواحدة، لم يمانع أن نمضي عمليا بتأنيث المعنى شكرا باسمنا نحن السوداتريات. نحو التشبيك والتضامن، كانت الشاعرة والكاتبة الكردية زينب خوخة تتبرع بالتدقيق وينهض الليل الألماني على أشواقها، وهي تؤكد لي أنه ثمة شبه كبير بين صمود المرأة الكردية والإريترية. أخشى أن لا أكون قرأتها غير الكردية، ولكن بين صمود المرأة الكردية والإريترية. الشكر للناشر عبد الله الشيخ مدير دار طرابيل لاهتمامه ودعمه لهذا المشروع الذي يتجاوز كونه كتابا. إنه مشروعنا الإنساني نحو شجرة البن، ثم إنها سيرتهن سيرتي. دكتورة إشراق مصطفى حامد، مقدمة ومنسقة الورشة وشبكة فنون بنات منفي.
والله مدخل في غاية الروعة وغاية الأهمية. وينوم طبعا الدكتورة إشراقة ما شاء الله، هي كاتبة وناشطة سياسية، وتنشط في مجال الحقوق والصحافة وما إلى ذلك. الكتاب طبعا طبع في تقريبا، وبالتحديد في 273 صفحة، وهو من الحجم الذي ترونه. طباعته طباعة جيدة، وغلافه طبعا برضو يحكي عن مسحة ولونية إفريقية إريترية. هذه الألوان لم يتم اختيارها عبثا، السوداتريات والألوان الأبيض، وثم اللون البرتغالي، وفيه نكهة ولونية البن ذات قهوة في ذاكرة المنافي. وطبعا يعني الاختيار ذاته اختيار القهوة. القهوة موجودة في كل بيت يعني، والإنسان بالذات المرأة سواء كان إريترية أو سودانية ترتبط بالقهوة ترتبط بها. أنا داير أعمل شوية مداخلات أراها مهمة. في البيت ترتبط البنت منذ طفولتها بالقهوة، في أعداد القهوة. إذا جاء زائر إلى البيت، سواء كان في البيت الإريتري، البيت السوداني، البيت الإفريقي، البيت العربي، فأول إصدار وأول إشارة بالترحاب للضيف الذي جاء، سواء كان رجل أو امرأة، فالإشارة الأولى التي تصدر من ملكة البيت الأم هي أول إيذان تصدر للبنت بالتحرك لإعداد القهوة، ترحيبا وتعبيرا عن أن الوفد الذي جاء أو الزائر الذي جاء مرحب به. وهي طبعا هي الصك الأول الذي يعطي الأمان للضيف الذي يزور بيتا ما، أنه مرحب به وليس مستعجلا على وداعه. والأمهات بذكائهن يعلمن بناتهن تلك الإشارات والرموز. أحيانا تكون رمز بالغمز بالعين، وأحيانا بتكون بإشارة الوجه كامل، وأحيانا بتكون برضو إشارات عبر الأنامل، وأحيانا بتكون برضو حمحمة، أحيانا تكون برضو كلمة هي رمز بين الأم وبنتها، فتلتقطها البنت من أول وهلة، ويسمع الزائر أو الزائرة حركات أو أصوات ما يتعلق بالقهوة، من فناجين، من فحم، من كانون يتحرك، من رائحة الكبريت وهي تشعل. على زمانك طبعا ما في غاز وأشياء، فبتضرب على ثقاب الكبريت، فيشتم الزائر الفطن أنه يعني في رائحة بارود، وهنالك فحما ما أو شيء من الحطب يتم حرقه للإعداد. وتتحرك كذلك الأدوات الأخرى. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، دعونا نسبح شوية ونمشي في هذه الدراما الجميلة يعني. ثم تتحرك المواعين للماء، الكوب يضرب على ما سيوضع في الماء، يوضع عليه الماء سواء كان زجاجا أو ألمنيوم أو شيء من ذلك، و والصحن أو البياتي كما نقول، التي ستوضع فيها الفناجين، مع وضعها تسمع قرعة تشك تشك كده بتاع. وهنا تستثار حفيظة وكيف الزائر الجديد، وتتهيأ، وكل الإفرازات والإنزيمات بتاعت الكيف تشتغل ساعتها، ويتهيأ الرجل يتهيأ لاحتساء قهوة البن أكثر مما يتهيأ لتناول طعام. فلو خير له يقول أعطوني القهوة وليس الطعام. وقد جرت العادة عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة في المجتمع الإريتري والمجتمع السوداني، ربما تسبق القهوة الأكل، فيما أظن إن لم أكن مخطئ. لكن في المجتمع الإريتري الأكل يسبق القهوة.
خاصة في المرتفعات. نفس الشيء أيضا يعني في المنخفضات. يعني الأكل يسبق القهوة حتى لا تسبب له، هذه هي التفسيرات التي استمعت إليها، حتى لا تشكل له مشكلة في المعدة وبتاع. وقد يكون جاي من مسافة بعيدة، وقد يكون مسافرا يعني حتى داخل المدينة الواحدة، المدينة التي فيها السكن الواحد، قد يقطع المسافات نصف ساعة، ساعة إلا ربع مشيا على الأقدام. والناس لم يتعودوا ركوب الدواب وسخر الله من عربات وغيرها، فالناس يأتون يعني على أقدامهم. فيعطى الزائر شيئا من الطعام، ثم تحلو القهوة احتساء القهوة. وليس احتساء القهوة مرة واحدة، وإنما هي جلسة. والقهوة لم تكن يعني عبارة عن إضاعة للوقت، ولكن في القهوة تفتح الملفات الخطيرة، ملفات القضايا الاجتماعية وقضايا الأسر والعلاقات والوشائج، وما أكثر القضايا التي تثار، وهي قضايا المجتمع أحيانا يعني. ويتم فيها حل العقد، ويتم فيها حل كثير من المعضلات. ولا أبرئ، أحيانا برضو تكون فيها هي مناسبة لإشعال إشعال قضايا قد سكت عنها الزمن، وقد تكون فيها سلبيات، لكن في الغالب نحن نأخذها بحسن الظن، وهي هكذا طبعا. ويكفي أنه كونك تزور أخاك أو أختك آه، فيها طبعا صلة رحم والتعاون والتآخي، حتى لو كان لم يكن هنالك رحم. ولكن الجار كذلك، الدين الإسلامي أوصى بالجار يعني، حتى ظننت أنه سيورثه فيما معنى الحديث يعني. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كما ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى القهوة. لماذا تم اختيار؟ والله اختيار العنوان جميل. أنا ما دفعني للحديث هو هذا العنوان بالذات يعني. فيتم إعداد القهوة والبنت منذ صغرها ترتبط بهذه القهوة وتعدها، ثم حسب عمرها طبعا ربما تعدها وتترك المجال لوالدتها. وإذا هي شوية تقدمت في السن بعد 10 11 و12، فتكون هي المشرفة، ووالدتها أو خالتها أو أختها الكبرى يعني يتبادلن الحديث مع الزائرة والزائرة. وتقوم البنت وهي تنمو وتنشأ داخل البيت مرتبطة بالقهوة إعدادا، وتصبها صبا. وبعدين القهوة ليست دقائق، تأخذ ساعة وساعتين وقد تكون 3 ساعات. وللقهوة في إريتريا كما للقهوة في السودان وإثيوبيا كذلك. هذه دول القرن الإفريقي التي وزعها المستعمر سامحه الله، وزعنا وفرتكنا وقلنا سوداتريات وإريتريات وبتاع. أنا كنت أتمنى برضو الأخوة الإثيوبيات برضو يدخلن في هكذا. وهنالك كاتبات إثيوبيات بيكتب، وكتاب إثيوبيين يكتب بلغة عربية فصيحة جدا جدا. وطبعا إثيوبيا الصديقة وإثيوبيا الاستعمارية نعم، لكن إثيوبيا الدولة الشقيقة والجارة يعني فتوحات في مجال اللغة العربية بعيدا عن الكتابات هذه. يعني اليوم إثيوبيا موعودة إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن في الانفتاح والفتوحات العربية لغة، حيث القرآن والجامعات والمعاهد والمراكز. يعني نحن نتوقع أن يتم بعث هذه اللغة العربية من إثيوبيا الجارة الشقيقة، والتاريخ سيحدثنا بذلك. ونحن إن شاء الله سنفتح هذه اللغة العربية. كل الدول التي تهتم، دول المنطقة بالذات اهتماماتها باللغة العربية سنهتم بها. وإن شاء الله أنا أعدكم في يوم من الأيام أن نأتي بكتاب إثيوبيين يكتبون باللغة العربية، منهم صحفيين أصدقائنا وأعزائنا، وتربطنا معهم علاقات ووشائج كذلك، وشائج المهنة ووشائج القربة
وكذلك وشائج الدين، إنما المؤمنون إخوة. هذا دستورنا في الأخوة في الله. سنأتي بأسماء، وحتى في أساتذة وبروفيسورات متخصصين في اللغة العربية سنستضيفهم في هذا البرنامج بحوله تعالى إن شاء الله. المهم الاختيار قهوة في ذاكرة المنافي. يعني البنت هذه الأخوات الكاتبات نشأنا في بيوت نشأنا في بيوت كانت القهوة فيها هي العلم، هي الرمز، هي المعزوفة التي تعزف في اليوم أكثر من مرة. بيوتنا زمان تقام فيها القهوة، قهوة الصباح وفي الظهيرة وقهوة المساء، على الأقل 3 مرات. فالبنت هذه تنشأ وفي ذاكرتها وفي دواخل وجدانيات هذه القهوة. وكم من مرة يعني فارت القهوة ودفقت أو اندلقت على أصابعها ومسكت الجبنة كما نقول في كل هذه الدول. يعني كم مرة أمسكت عليها البنت وهي طفلة صغيرة، مسكت عليها وهي مسخنة يعني، واحترقت بها والفنجان وما إلى ذلك. المهم عندها الذاكرة، وكم من مرة يعني سالت دموعها وهي يعني تنفخ في النار لتستوي، سواء كان فحما أو حطبا وغير ذلك. فذاكرة القهوة عند الكاتبة هذه وهي صغيرة ذاكرة يعني قوية جدا. وكنت أتمنى أنه أي كاتبة، يعني لم أجد هذا الذي أتحدث عنه، غير أنه الدكتورة إشراقة يعني تحدثت عنه في المقدمة التي قرأتها، وأشارت إليها إشارات يعني ليست هي عابرة وليست هي عميقة كذلك، لأنه هي مقدمة يعني. لكن لو أي كاتبة كان بدت مدخلها بالقهوة كان سيكون عندنا قراءات جميلة يعني. ومن هنا أهمس في أذان الكاتبات كلهن، وإن شاء الله أنا حاول أن نعطي كل كاتبة يعني رابط هذه الحلقة بحوله تعالى عندما تبث. يا ريت يكتب لنا تكتبا كل واحدة منها القهوة في ذاكرتها يعني. وهن سيسردن أكثر مما ذكرته أنا. ثم تأتي الذاكرة، برضو الذاكرة تحمل البنت وهي صغيرة بتوزع الفناجين على الضيوف بما فيها أصحاب الدار، يعني من أم وأخت وأخ وما إلى ذلك. وما أجمل يعني وما أروع المنظر وهي البنت وهي تقدم تلك القهوة، وطبعا مغطية شعرها إن كانت بلغت الحلم. ويعني المظهر الإسلامي والمظهر العروبي واضح في هذه. وعشان كده نقول نحن عندما نقول يعني العروبة في إريتريا هي ضاربة الجذور والأعماق، وفيها بعد حضاري وبعد إنساني وبعد ديني، لا ننطلق إلا من مثل هكذا مشاهد. والبادية وحتى المدن ومظاهر البيت الموجودة، انظر إلى أي بيت إريتري وانظر إلى أي بيت عربي قبل أن تتحول تلك الخيام وتلك البيوت العادية إلى يعني جبال من الأسمنت، هذه العماير الكثيرة. لو عادت الناس إلى حياة الطبيعية والله لا تجد أي فرق بين قرية في هيكوتا وقرية في جيزان أو قرية في اليرموك أو قرية في يثرب القديمة، وبيت في دكم حري، وبيت في يعني في تخوم مكة. هي نفس البيئة، لكن اليوم تبدلت الأشياء وتبدلت الحياة زادة. ولذلك يعني وهي توزع برضو عندها الذاكرة البنت في القهوة في ذاكرتها. ثم تستمر العملية الأول والثاني والثالث إلى أن تصل إلى الخامس، يسموها محمد الشيخ يبدو لي عندنا في إريتريا، وبرضو تشرب هكذا في إثيوبيا وفي السودان وفي جيبوتي وفي الصومال. ثم يأتي بعد ذلك عملية
غسل أواني القهوة. طبعا هي تغسل بطريقة كمان جميلة، وحتى وهي توضع على المنشفة يعني بعد أن تغسل، ثم يتم لملمة هذه العدة، وهي الكنز الذي لا يرمى في أي مكان. يعني عدة البن هذه توضع في مكان أشبه أقرب إلى قريبة إلى المحراب، يعني مكان يعني معروفة. وأنت عندما تدخل إلى كطفل، أنت يعني تبحث ذات مرة، دار تأكل حاجة ودار تخطف حاجة وتطلع، عندما تأتي إلى مكان البن وكأنك تشتم تلك الرائحة، وما تجدها رائحة القهوة ومتعلقاتها، وحتى الهبابة، يعني تلك المروحة التقليدية. يعني أنا والله وكأني أرى عدة القهوة لوالدتي رحمة الله عليها، بنت الفقيه علي موز وبنت الشيخ مزمل، الله يرحم كل أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. والله وكأني أراها يعني، وكأني أشتم تلك الرائحة يعني. وسبحان الله في تلك الهبابة رائحة، يعني أنا والله أقول ربما كثير من أمراضنا ربما نشفى منها لو شممنا تلك الرائحة يعني. لحد ما أنا عندي هكذا يعني. يعني ممكن النزلات ونزلات البرد وكثير لو شممناها ربما يعني نعافى من كثير منه. وليس هنالك عافية أكثر من أي شيء يعيدك إلى قديمك الجميل. وكل جميل وكل قديم جميل يعني، كل قديم جميل يعني. لأننا مع الأسف الشديد كل عام نرذل يعني. يعني يومنا، يعني غدنا، لا مؤاخذة ما داير أقول أسوأ من يومنا، لكن أمسنا أفضل من يومنا. وهكذا كل ما رجعنا إلى القلب بنجد تلك العافية وتلك المندوحة. ثم توضع كما قلت، وهي البنت التي تضع ذلك يعني. الولد لا يكلف بهذه التكاليف المنزلية، البنت تضع، ثم هي تصبح أم وتعلم بنتها نفس الروتين. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، هنا على ما عودته أمهاتهن. وهكذا تنشأ البنت داخل البيت، والقهوة أكثر شيء بارز عندها. قد تنتهي ملامح حتى ملامح البيت قد يزول يعني، لأنه يعني تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع، كما قال المتنبي في قصائد من قصائده. الآثار ذاته تتخلف عن أصحابها ويدركها الفناء فتتبع بمرور الزمن، إلا ذاكرة القهوة عند البنت. ملابسها القديمة قد تنساها، مدرستها ممكن تنساها، لكن الشريط والسلسلة، ذاكرة القهوة عند البنت، عند أي بنت، لو جلست إليها وقلت لها حدثيني عن مسلسل القهوة في منزلك، ستتذكر أشياء وتتذكر حاجات، وتتذكر ربما يعني وهي تغسل الفنجان ربما انكسر الفنجان في يدها فأدمت أصابعها وربطتها بمنديل وليس بالضمادات الطبية المعروفة، وقد تكون تربطها كمان بشيء يعني عالق في ذاكرته يعني. لذلك أنا تعمدت أن شوية أمشي بكم مشاهدينا الكرام. هذا الاختيار لم يأتي من فراغ. قهوة في ذاكرة المنافي، وفي ذاكرة المنافي ذكريات من القهوة ومسلسلة وطريقة. أنا حتى القلية ما تكلمت فيها، قلي البن. وفي برنامج شهير في السودان كان برنامج أدبي شعري، قلية بن يبدو لي، لهم التحية، شعراء من الذكورة والإناث يعني، كان بيقدموا قصائد جميلة يعني. والشاعر هو المقدم البرنامج شاعر ممتاز يعني. ففي قلية البن بحد ذاته يعني، وأصوات البن عندما تبدأ في قلية، ولمن غلى البن، نحن طبعا بنقل البن يعني كقومية، قومية التجري، هو الرجل أحيانا الرجل يقوم بعملية البن. هذه القواعد التي كنا نقولها
في بيوت في البر، في البادية الإريترية بالذات، عند قوميات مثل التجري وحتى النارا وغيرهم، حتى البلين وغيرهم، عند العفر ما أذكر، لست متأكد، ولكن عند التجري والمجموعات التي ذكرتها، الرجل هو من يقوم بالعملية كلها يعني. المرأة، نحن ما قاعد نقلب الذاكرة اليوم، لكن برضو ده مشهد وربما نأتي نتحدث عنه يعني. فالمرأة ما عليها إلا أن تقدم البن وما يغلى فيه، وبعد ذلك حتى النار يقوم بها الرجل ويشدها وبتاع، ويبدو يقلي ويدق البن ويبدأ يصب وينده ويشيل للمرأة وللبنات يعني. هو الذي يصب لنفسه بخلاف المرتفعات وغيرها. لكن أنا قاعد، غالبية المجتمع الإريتري المرأة وبناتهم لا يقومن بإعداد القهوة. في عملية قلب البن بحد ذاتها، يعني البن، صوت البن وهو يغلى لمن ألقى السمع وهو شهيد يعني. فحركة الصوت البن ليس بدايته كنهايته. طبعا في البداية يحدث صوت شوية فيه بروز وفيه رنين كده، رنين لأنه لسه على النار ما بدت تسوده. ومع مرور الزمن كل ما اغتلى في النار، تخيل الصوت يختلف إلى أن يعني صوته من البداية للنهاية يختلف تماما. هناك رقيق، ثم يبدو الصوت في الثقل قليلا قليلا قليلا. ولو أنك أنت زول بتقلي البن كثير، وأنا بقلي البن حقيقة أصرح بذلك، أحب رائحة القهوة يعني، وأقليها اليوم في هذا العمر وفي هذا البلد بقليها يعني. في الغالب أنا أقلي وأقول اتركوا لي غلي القهوة يعني، لأنه يعني الرائحة بتحدث فيها انتعاش يعني، وأحبها. ربما هي تذكرني بالبيت القديم، الوالدة والوالد والأخوان رحمة الله على الوالدة والوالدة، وتذكرني بأشياء، يا ربما نفسه شاعر، نفسه رجل فنان يعني، وصحفي وكاتب وهكذا يعني. فيختلف الصوت في البداية. بتلقى صوت رقيق يعني، ثم مع القلي مع القلي مع القلي استوى البن يتغير صوته تماما. فالمدرك ممكن يقول وقف، إذا هو قلاي يعني بيغلي البن دائما يقول استوى. أما للرائحة التي تفوح، ذلك النسيم يعني، النسيم وجميلة جدا، ونحن هنا متعبون حتى لا نستمتع برائحة القلي البن ونعطر بها البيت وكذا، لأنه الآلات المنبهة بتاعت السموكر هذا يعني يعني حماية للحريق وما إلى ذلك، لأنه البن ما احترق يعني، احترق طوالي على مباشرة المشين الموجود ينبه، وتبدأ صفارات إنذار، ويلا أفتح الباب أفتح الشبابيك وما ما إلى ذلك. هذه الوضعية طبعا معمولة في أوروبا وفي أستراليا وأمريكا وغيرها، حتى في بلاد الخليج أعتقد برضو أدخلت هذه منبه وليس هو للبن فقط، ولكنه لأي احتراق موجود داخل البيت، كهرباء شيء من ذلك، ينبه ويقول لك هنالك رائحة غير طبيعية في البيت، ولذلك تنتبه وتشوف، تعمل تشيك على ما يدور في البيت. وأما هذه الوضعية وهذه الآلات الموجودة في الأسقف منعتنا أو حرمتنا من تلك الرائحة الجميلة، يعني رائحة البن وهو يغلى. وعادة أنا ما أحبذ لا أشرب القهوة خارج البيت لهذه الحالة، ربما أشرب داخل البيت، ونشربها بشكل يومي والحمد لله يعني. بدأناها يوما في الأسبوع، ثم يومان، ثم ثلاثة، ثم وصلنا اليوم يوميا بحمده تعالى. وإن شاء الله ما نعدي مرة في اليوم يعني، والذاكرة تحمل إنه 3 مرات في اليوم. إن شاء الله ما نصل الحتة دي برضو، لأنه في هذا العمر والإكثار منها شوية. لكن برضو القهوة هي يعني، أنا
يعني أميل إليها. ومع القهوة يعني هذه برضو عادة، يعني أنا يعني مستمر عليها. مع بداية القهوة لا بد أن نقرأ شيئا من القرآن الكريم. فأنا أقول برضو القهوة يعني بتسحبنا إلى خير أعمالنا، وخير ما يقرأ ويفتتح به هو القرآن الكريم، لأنه ما في أفضل منه. فمع القهوة بنقرأ برضو شيء مما تيسر من القرآن الكريم. برضو هذه يعني الحمد لله، يعني القهوة بتدينا مندوحة إنه غير القراءات الأخرى التي نقرأها، والحمد لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا في قراءة وتأمل كتابه الكريم. لكن مع القهوة بنقرأ شيء من القرآن الكريم الحمد لله. فحرمتنا هذه الأدوات كما قلت، الأجهزة، من تلك الرائحة وتستمر. وكما قلت إنه الكاتبات القهوة في ذاكرة تحتل، إذا كان عندنا نحن كرجال برضو تحتل، فما بالك بالمرأة. لذلك أعود إلى النقطة الأساسية: الكاتبات العزيزات اللائي ذكرت أسماءهن أدعوهن للكتابة عن القهوة في ذاكرتهم. نمشي إلى الإهداء. دائما الكتب فيها إهداءات، بالذات الكتب على هذه الشاكلة. في الإهداء مكتوب، ما معروف كتبه من، لكن جميل، يعني هذا هو الإهداء. اسمحوا لي أن أقرأه لكم وأنتم ترون، أو خلوني أنا أشوف برضه عشان ما نغلط في الإهداء. الإهداء مختصر وجميل جدا: إلى من دفن تحت رمال الصحارى الغاضبة وغرقنا في البحار. يهدينا الإهداء إلى الأخوات والأمهات، إلى رفاقهم في الحلم والرغبة في الحياة، إلى من حملناهم في حقيبة الذكريات شديدة الخصوصية، اللاتي والذين دفعوا أرواحهم لخلاص تلك الأوطان، إلى الأمهات على أقدامهن الصباحات اللاتي حتما ستنهض يوما ما في تلك البلاد، إلى روح المقاومة الشغوفة بالتغيير، إن الفجر حتما آت. كلام، كل كلمة وكل سطر فيه أشياء وأشياء. رأيتم كيف تفعل القهوة وتدخل في السياسة، وتدخل في الحكم، وفي الأوطان، وفي البحار، وفي الأحلام، وفي الرغبة، وفي الصحارى، وتحت الرمال وغير ذلك. إهداء جميل مقتضب ولكنه عميق. بعد ذلك الإهداء، السوداتريات والمقدمة التي كتبتها كانت أولى الكاتبات هي قهوة في ذاكرة المنافي للأستاذة الكاتبة أسمهان علي نعمان. أسمهان علي نعمان أنا سأقرأ مختصر بالتعريف عنهن، وفي كل ذاكرة، وفي كل قهوة، وفي كل منفى حديث. ربما نأخذ النماذج للكاتبات ونقرأ شيئا، لكنني سأكتفي بقراءة سيرتهن الذاتية. أسمهان علي نعمان، مكان الميلاد إريتريا، نشأت بالسودان، حيث أكملت مراحلها التعليمية حتى السنة الأولى من المرحلة الجامعية، ثم انتقلت إلى بريطانيا حيث تعيش مع أسرتها متزوجة ولها بنت وولد. عملت في مجالات اجتماعية كثيرة أغلبها متعلقة بالأسر والشباب والمرأة خاصة، كمرشدة اجتماعية في أعمال تطوعية كثيرة، منها الوطنية والحقوقية والسياسية، من المؤسسات لشبكة المرأة الإريترية، ولها إسهامات عديدة في المنظمات الخيرية التي تهتم بقضايا اللاجئين واللاجئات من إريتريا. وأعتقد إذا كنت صحيحا أنها على رأس قناة سبتمبر الإعلامية. أحييها تحية خاصة وأهنئها على
هذا الإنجاز. كانت تلكم الأستاذة أسمهان علي النعمان. آمال الصادق التي كتبت تحت عنوان محطاتي الصغيرة في سيرتها الذاتية كتبت تقول، وهي سير والله أنا شفتها جميلة وبتدي الملمح جميل يعني. آمال محمد الصادق سودانية، مراحل الدراسة بالخرطوم بحري، درست بالسودان لغة فرنسية بالجامعة الإسلامية، عملت بالإشراف الطلابي لدولة الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، عملت باكرا في مجال تعزيز المرأة منذ المرحلة المتوسطة في كوبا، ثم بدولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة سوى النسائية. تطوعت مع الجمعية الإفريقية لمحاربة الإيدز، وعضوة الاتحاد النسائي بمدينة تورونتو بكندا، وعضوة بمنظمة كنداك العالمية لحقوق المرأة. كنداك طبعا هو رمز للمرأة السودانية، المرأة القوية، المرأة الشجاعة، المرأة الفارسة، والمرأة الحكامة كذلك. وكذلك بالمكتب الثقافي بالجالية السودانية تورونتو كندا، تعمل مع الجمعية الإفريقية لمحاربة الإيدز وسط الشباب، وكذلك مع مجموعتين لمناهضة ختان البنات ولرفع الوعي لدى المؤسسات الصحية لتقديم خدمات مساعدة لضحايا الختان بتورونتو كندا: الهوايات، القراءة، الترحال، التدوين. سأكتفي بقراءة سيرة ذاتية بالتلميني عيسى، محطات بلا نهاية. التلميني بتقول سيرة الذاتية هي من القصص الطويلة التي كتبت وضمها هذا الكتاب. حقيقة هي أطول قصة في المنفى. بس نختم. نعم، هذه سيرة الذاتية، يعني كتابته طويلة لكن سيرته مختصرة. بتقول بالتلمينة عيسى: لا أعتقد أن مشواري في الحياة يستحق التدوين أو النشر، فسير الشهداء ورفاقهم ورفيقاتهم هي أحرى أن تكون ما أشارككم أو ما أشاركه معكم اليوم هي حكايات عادية جدا تخلو من أي واو، وهي نتاج تجربة الكتابة في حد نفسها، فعذرا إن خرجت في أزمنة يقطنها العسكر وتهفو فيها الأرواح إلى وطن معافى. دي هي السيرة التي اختارت أن تكتبها. سآتي في الحلقة المقبلة وحديث شيء من ذلك وتأملات، ونقرأ العناوين والسير الذاتية، ثم نقرأ لكاتبة أو كاتبتين إريتريتين لنختم معكم الحلقة التي ستكون رقم 100 إن شاء الله. هذه الحلقة رقم 99. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات لمتابعة متابعي قناة سلام الإعلامية المباركة وبرنامجها مع اللغة العربية. وقد خصصنا هذه الحلقة رقم 99 لكتاب قهوة في ذاكرة المنافي، وعنوانه الأبرز سوداتريات، إشراف وتنسيق الدكتورة إشراقة مصطفى حامد. لك التحية الدكتورة إشراقة، والتحية لكل الأخوات الإريتريات والسودانيات. وإنما المؤمنون إخوة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام الإعلامية وقناتها المباركة. تقبلوا تحيات معد ومقدم البرنامج محدثكم أحمد شريف، وتحيات زملائي وأساتذتي وشيوخي في هذه القناة من مشرفين وفنيين يخرجونه لكم بهذا الشكل الذي ترونه أمامكم. حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وأسأل الله أن يجمعني بكم في الحلقة القادمة، وهي الحلقة رقم 100 بحوله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.